بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. أبقى على خير هذا الدشرة، وهذا كان كلامك يا قائد الشجعان. راك ودعتنا الصح في هذا المرة، ما صدقتش حين طبطبوا علي البيبان. فجأة موتك نزلت علي كي الجمرة، ودموعي بداو يجروا كالوديان. ماني شاعر ما نعرف نقول هدرة، بعدك ما كان الصح في هذا الزمان. انت سيد الرجال من اهل النعرة، كلامك موزون وتهدر بالقرآن، بلسانك ترجع الجهل واللي يقرأ، وبسمتك محالة تفارق الاذهان. خيمتنا طحت اليوم ما عادت تبرى، يا شيخ عطلة غابوا معك الفرسان. وشكون يوقف قلعتنا الحمراء بعد ما رابت وتهدوا السيسان؟ في كل دار راك خليت الجرة، واسمك راه ديما على كل لسان. تنهي في الظالم وتفكروا في الحفرة، وبعد ما يسمع كلامك يرجع ندمان. وحتى المريض يشوفك يبرى وزيد يسعى هذاك السكران. يعرفك الكبير والصغير وحتى المرأة، وكل الناس دايرة كلامك برهان. وعجايزنا تستناك في كل نشرة، وانت يا كنت تفاجي عنهم لمحان. تحكي للتراث ثم تقبل حقرة، واللي قصدك محال يتهان. اتقدرت وخطفتك علي الموت غدرة، الله غالب هذا من امر الرحمن. ولو كان بيدي ما نخليها تسرى، لكن امر الله ما فيه العصيان. ادعوا معايا يا الناس الحضرة، ربي يرحمه ويسكنه خير الجنان. نطلب من الله ما يشوفنا الكحلة والمرة، ويقوي قلوبنا ويزيدها ايمان. الله يرحمك يا شيخ عطلة، وان شاء الله تسكن جنة الرضوان. اسمحولي اذا كان قصرت في الهدرة، الشيخ عطلة ما يقدر يوزنه حتى ميزان. وابقى على خير يا هذا الدشرة، ونترجى من الله العفو والغفران.